السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في الموسم الثالث من بودكاست هندسي، الموسم اللي هنهتم بيه بالشق التكنيكال تحت عنوان ابدأ صح. ضيفنا وضيفكم المهندس باسم عبد السلام. بس خلي بالك، لو انت بصيت لها من منطلق سوق العمل انت بتفتح لنفسك مجالين في سوق العمل. يعني الراجل اللي عنده خلفيه في الكونستراكشن وعنده خلفيه في الصيانه، فرضا لو سوق العمل في مصر وقف في حته والجزئيه بتاعه الصيانه، هيقدر يشتغل كونستراكشن. ده حصل معايا فعليا. طب تمام، أكيد في خلال 15 سنة واجهك عديد من التحديات. أنا محتاج كده أعرف أبرز تحدي وأنت قدرت تتغلب عليه إزاي. هو اول تحدي انت يعني قلته هندسه، هو فكره ان انا اعمل سويتش اصلا من الكونستراكشن للفاسيلتي مانجمنت. فاي حد هيعمل سويتش هيبقى عامل حسابه ان هو هيواجه فكره ان انت هتتعامل كجونيور. ضيفنا وضيفكم مهندس محمد ياسر. كانت ليا اصلا قصه لطيفه كده في يعني دي اللي كانت السبب بقى الاساسي او ان انا ادخل مجال البيم بشكل كبير. فانا نصيحتي لاي حد بيبدا في مجال البيم انه يركز ان هو يعرف مراحل البيم كلها او البروسيس البيم كلها، بحيث حتى لو هو شغال في جزئيه معينه يعرف ان الاوتبوت اللي هو هيطلعه في المرحله دي هيأثر ازاي في المرحله اللي بعدها. ضيفنا النهارده ضيف مميز معانا ومعاكم مهندس اسلام عبده. كل حاجة وليها التجارب وليها الامتيازات اللي انت بتكتسبها منها، والشخصية برضو بتختلف من شخص للتاني. المواقع بيغلب عليها الطابع البدني بشكل أكبر جدا، بس الاحتكاك مع ثقافات مختلفة، مع أفراد لهم صفات شخصية مختلفة. السايت هيعليك تكنيكال وهيعلي الفيجواليزيشن او عمليات التغذيه البصريه العمليات. ولا انا افضل ان المهندس قبل ما يخش مكتب فني ان هو يشتغل سايت سنه او سنه ونص، وخلال السنه او سنه ونص دي يذاكر تكنيكال. ضيفنا وضيفكم المهندس محمد الأمين. مهندس اللاندسكيب مش بس يعرف الانواع بتاعت النباتات الكويسه اللي ممكن احنا نحطها في الاماكن دي، لا خالص، هو على درايه بالعمليات اللي ممكن نقوم بيها على الانواع دي. يعني ايه كلامي ده؟ يعني انت بمجرد ان النبات تديله اكسجين وهيدروجين وكربون فخلاص انت بتضمن ان النبات عايش، ولكن احنا عايزين نحسن من حياته، يبقى نبدا نديله العناصر الكبرى.